السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حصل موقف مع بولا في النادي، وأنا شايفة إنه يستاهل نحكيه علشان نتعلم منه كلنا. بولا رجع من التمرين النهاردة ووشه مش طبيعي. سألته مالك؟ قال لي إن في ولد أول يوم يروح التمرين النهاردة كان لابس هدوم قديمة وجزمته باين عليها مقطعة. مجرد ما دخل بعض الولاد بدأوا يضحكوا عليه. بس يا ماما انا كنتش بضحك عليه لوحدي. أنا عارفة إنك ما كنتش لوحدك اللي بتضحك، بس خليني أسألك بصراحة، وإنت بتضحك معاهم حسيت براحة؟ كنت متلخبط مش عارف اضحك ولا اسكت. طيب وهو عمل إيه بقى لما انتوا ضحكتوا عليه؟ ولا حاجة، فضل ساكت وباصص في الارض. ما ردش؟ ما قالش حاجة؟ لا خالص. أهو ساعات سكوت الإنسان بيبقى أبلغ من أي كلام. الواحد لما بيتكسف ما بيعرفش يرد، يسكت بس، لكن جواه بيكون متضايق جدا. يعني هو كان زعلان قوي كده؟ لو انت مكانه داخل ومش عارف حد والناس بتضحك عليك كنت هتحس بإيه؟ كنت همشي ومش هرجع تاني. بالظبط. الكلمة يا بولا مش لعبة، ممكن تبسط حد وممكن تزعل حد جامد جدا، وانت تضحك ثانية وهو يفضل زعلان منها اليوم كله. قولي بقى لما التمرين بدأ حصل ايه؟ المدرب صفر وضلنا نلعب واحنا كنا فاكرينه مش هيعمل حاجة، بس فجأة لقيناه جري بالكورة وعدى من الاتنين بسهولة وجاب جول حلو قوي، والولاد اللي كانوا بيضحكوا عليه بيقولوا له برافو ويشجعوه. شايف الدنيا بتتقلب ازاي؟ من ضحك عليه لإعجاب بيه في كام دقيقة بس. انا حسيت اني اتكسفت قوي من نفسي ساعتها، وده إحساس مهم. ممكن واحد هدومه قديمة بس شاطر جدا، وممكن واحد شكله عادي بس قلبه طيب. يعني احنا استعجلنا عليه. أيوة استعجلتوا عليه، وأكتر حاجة بتظلم أي حد إننا نحكم عليه بسرعة. الإنسان مش التيشيرت اللي لابسه ولا الجزمة ولا شكله عامل إزاي، الإنسان أخلاقه وتربيته وتعبه وشطارته. انا بعد التمرين رحت كلمته. أيوة كده، وده صح. واوعى تفتكر إن الاعتذار عيب، لا يا بولا، الاعتذار بيخلي الواحد كبير، بس خد بالك مش كفاية تقوله أنا آسف وبس. المهم إنك ما تعملش نفس الغلطة تاني. تعرف بقى تبقى قوي امتى؟ لما تشوف حاجة غلط وما تمشيش وراها، حتى لو مش عارف توقف اللي بيحصل. على الأقل ما تبقاش واحد من اللي بيعملوا الغلط، مش علشان الناس بتضحك تضحك معاهم، مش علشان الكل بيقول حاجة تقول زيهم. انت تحب الناس يعاملوك ازاي؟ باحترام طبعا. يبقى انت اللي تبدأ بالاحترام الأول. وبصوا يا جماعة، أوقات كتير الشخص اللي الناس بتقلل منه هو اللي بيطلع أحسن واحد فيهم. الولد ده النهاردة ورا الكل إنه شاطر، ومن النهاردة لو شفت حد جديد هكون أول واحد أقوله أهلا. كده تبقى كسبت أكتر من أي ماتش. كسبت نفسك. اللي بيحترم الناس بتحترمه، واللي بيراعي مشاعر غيره ربنا يراعيه. لو حبيتوا القصة اعملوا لايك دلوقتي واشتركوا معانا وفعلوا الجرس عشان نتعلم سوا حاجة جديدة. نشوفكم في حلقة جديدة. سلام.